بالله عليكم يا جماعة، لو حد يعرف ايه اللي حصل بعد رمضان يقول لي. فين قيام الليل الجميل؟ فين ورد القرآن الطويل؟ فين البكاء؟ فين الدعاء؟ فين الرجاء؟ فين الإنابة؟ فين كل حاجة جميلة كانت في رمضان؟ الحاجات دي كلها راحت فين؟ ليا كام يوم عمال أسأل السؤال ده لما خلاص هتجنن. وانا كنت منافق ولا ايه؟ ايه اللي حصل بعد رمضان؟ صراحة بقى كده ما استريحتش غير لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ده: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. هتقول لي معناه إيه الحديث الجميل ده؟ هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن ده طبيعي، أنت مش منافق ولا حاجة. كل عمل ليه شرة، ليه صحوة، ليه نشاط، زي ما كنت بتعمل في رمضان، زي ما كنت بتجتهد في رمضان. وبعد كده الشرة دي ليها فترة، يعني ضعف وخمول وسكون. بس خد بالك بقى يا صديقي، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك وبيقول: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الاقتصاد في العبادة مع الإخلاص والمداومة. فطبيعي اللي حصل لك في رمضان إنك تجتهد، وطبيعي اللي حصل لك بعد رمضان إنك تنزل. وبيقول لك: ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني اللي أثر بقى في الفروض، في الحاجات الأساسية، خلاص ده كده بقى من الهالكين. فطبيعي جدا إنك تلاقي ده بعد رمضان، بس مش الطبيعي إنك تأثر في الفروض. فما تزعلش، أنت مش منافق ولا حاجة، بس خلي بالك من فروض ربنا عز وجل، واسعى واجتهد تاني إن شاء الله تطلع تاني. الحياة كده، مرة تحت مرة فوق. أنت كنت فوق، نزلت، اطلع تاني بقى. السلام عليكم.